يا جراح المسلمين، يا دموع النازحين، يا أنين البائسين. لينا يحيى عسيري الناشط الحقوقي السعودي. سيد يحيى، مرحبا بك. منذ بداية الأزمة أهلا وسهلا. إذا حاولنا تحليل السلوك الأمريكي والتركي والأوروبي أو الغربي عموما ومعه السلوك السعودي، فإننا نجد أن هناك إشارات ربما بدرت من الجانب التركي، مثلا في الحديث الأول للرئيس أردوغان الذي تقريبا تجاهل قضية خاشقجي أو تحدث بلهجة مخففة وأعرب عن تفاؤله وما إلى ذلك. ثم عرض مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي إرسال إيفاد محققين من الاف بي آي، ثم الحديث الذي أدلى به الرئيس ترامب عن أنه لا يمكن قطع العلاقات مع السعودية ووقف تدفق 110 مليار دولار وما إلى ذلك، والحديث الغربي عموما عن أن هناك قتل حدث خطأ بجرعة جرعة مخدر زائدة. كل هذه الخيوط هل تعتقد أنها كانت تبحث عن مخرج للسعودية، والنظام في السعودية لم يستطع أن يلتقط أيا منها؟ والذي يبدو أن السياسة الدولية سواء ابتداء من تركيا إلى الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يبدو أنهم يلعبون لعبة القط والفار، يتقدمون قليلا ثم يعودون قليلا. هناك ضغوط تمارس على السلطات السعودية، وهناك بعض التصرفات التي تبدو محاولة فتح نوافذ للسلطات السعودية. السلطات السعودية واضح بشكل كامل أنها وقعت في مأزق، وأنها لا تعرف كيف تخرج من هذا المأزق، وهي دائما تغامر مغامرات لا تحسب نتائجها، ثم تجد نفسها أمام حالة لا تستطيع الخروج منها. والسبب في ذلك هو الضعف السياسي وقلة الخبرة وقلة المعرفة والاستكبار الكبير لدى القيادة السعودية. هذه ليست أول حادثة تضع السعودية فيها في مأزق ولا تستطيع أن تخرج منها. الحادثة مع كندا وضعت نفسها في مأزق حقيقي، ثم تقول لاحقا أن والله كندا سوف تعتذر أو تكابر وتقول أن كندا خسرت، بينما السلطات السعودية خسرت أكثر. الأزمة مع قطر، ربحت قطر كثيرا في هذه الأزمة وإن كانت تضررت من الحصار، ولكن الخسارة السعودية كانت أكبر بكثير، وخاصة على المستوى السياسي والدبلوماسي. الأزمة مع اليمن، صحيح اليمن دمرت، ولكن الخسائر السعودية هي أكبر بكثير مما تخسره اليمن، وخاصة أنها خسرت يعني علاقاتها أو وخسرت نفوذها في اليمن بشكل كامل. القبائل اليمنية، الشعب اليمني ولا يثق في السلطات السعودية على الإطلاق. ففي هذه القضية هي غامرت بهذا الفعل، ويعني ارتكبت جريمة نكراء. إذا كانت كل الوقائع يعني ثابتة على السلطات السعودية، لا زال لدينا بعض الأمل، وإن كانت كل المؤشرات تشير إلى أنه قتل في السفارة بهذه الطريقة التي تذكر حاليا، ولكن يعني كل المؤشرات تشير هكذا، ولكن لا زال لدينا بعض الأمل. غامرت السلطات بهذه الفعلة، وهي متورطة حاليا، لا تعلم ما الذي تفعله. نحن نعلم أن السلطات السعودية لديها جيش إلكتروني ضخم وجيش إعلامي ضخم. هذا الجيش الإلكتروني والجيش الإعلامي هو دائما يعبر عن رأي السلطات، ودائما يتجه في الاتجاه الذي ترسمه له السلطات. نرى هذا الجيش حاليا متخبط بشكل كبير جدا. شخص كان يغرد بشكل دائم في تويتر، يعني في الحادثة الواحدة يغرد إلى 30 تغريدة، في اليوم الواحد يغرد ويرتوت يعني عشرات التغريدات. هو مختفي عن تويتر، لا يستطيع أن يقول شيئا. كبار المسؤولين عن السوشيال ميديا أو عن تضليل الرأي العام في وسائل التواصل الاجتماعي غائبون أو مترددون أو متناقض أقوالهم. بعضهم يشتم جمال خاشقجي، ورأينا مقالات تشتمه في الصحف السعودية، وبعضهم في الإعلام السعودي يقول جمال مواطن سعودي وإن اختلفنا معه إلا أنه شخص رائع ونتهم في تركيا وقطر والإخوان وغير ذلك. هذا التردد، هذا التخبط. على ذكر هذه السردية أو هذه الرواية الخاصة بقطر وتركيا والإخوان والتنظيم العالمي والCIO، لكن ما ذكرته أنت من محطات للفشل مفصلية في عمر المملكة على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. يعني إذا أخذنا بالفرضية القائلة بأن الملك سلمان فوض تقريبا كل سلطاته إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن هناك شخصا بالضرورة يقف وراء هذه الملفات أو هذه المحطات من الفشل. أرامكو، حرب اليمن، خاشقجي، حصار قطر، العمالة الوافدة، ملف الريدز كارلتون وما إلى ذلك. كل هذه الملفات يفترض أن واحدا يقف وراءها. هل النظام في المملكة العربية السعودية لا يسمح على الإطلاق بمناقشة أو مراجعة سياسات هذا الشخص، حتى وإن كان يقود المملكة في الحقيقة إلى وجهة مجهولة أو قفزة في المجهول؟
وحقيقة نحن دائما نتحدث عن النظام السعودي، ودائما نحن نكرر عبارة النظام السعودي، ويردد النظام السعودي سواء يعني بالعربية أو بالإنجليزية، ولكن حقيقة لا يوجد نظام حقيقي. النظام هو متمثل في شخص واحد وهو الملك سلمان، ووضع هذه السلطات في يد ابنه حاليا. ولكن المحاسبة كيف ستكون عندما يمسك محمد بن سلمان بتلابيب السلطة ويمسك بكل القرار، فإن كل من يتبع لهذا القرار هم خائفون من محمد بن سلمان أو يرجون رحمة محمد بن سلمان ويرجون رواتبه ومناصبه، فكل من يلف حوله هم يعني بلا رأي وبلا إرادة يؤيدون أي قرار له، يطبلون لأي قرار له، فكانوا كلهم يعني صدى أو ظل لذلك الزعيم الأوحد القائد الذي يعني يبجلونه ويسيرون خلفه. فلا يوجد أحد في الداخل يستطيع أن يراجع ما الذي يفعله محمد بن سلمان. ولكن الآن الذي يدور في دهاليز في أروقة السياسات الأوروبية أو الذي يردده الأوروبيون أن هناك ربما يكون ضغط على الملك سلمان إذا ثبتت هذه القصة، وهي شبه ثابتة حاليا، وربما تعترف بها السعودية حاليا، وربما الفريق السعودي الذي يوجد في تركيا ربما هو يبحث عن مخرج وطريقة مشرفة للاعتراف بهذه الجريمة، ولا يوجد شيء مشرف، يعني لا يوجد أي مخرج مشرف، ولكنهم ربما يحاولون أن يلصقونها في جهة ما أو يعني في طرف ما. وجود الحارس الشخصي لمحمد بن سلمان مع المجموعة ال15 إذا ثبتت أيضا، ورد إذا ثبتت هذه الأسماء أيضا، وجود محمد سعد الزهراني الحارس الشخصي، ووجود صالح الطبيب الذي متخصص في التشريح، وجود محمد الزهراني يدل أن محمد بن سلمان هو من أمر، ووجود الطبيب المقدم في الأدلة الجنائية يدل أن المخطط هو للقتل. فربما يبادر، وهذا ما يدور لدى الأوروبيين، ربما يبادر الملك سلمان استباقا لأي قرارات أن يقيل محمد بن سلمان وأن يستبدله ربما بأحمد بن عبد العزيز أو مقرم بن عبد العزيز. هذه إعادة إحياء للنظام من جديد، وهذه الخطوة نحن لا ندفع باتجاه هذه الخطوة، لأننا لا نريد إعادة إنتاج النظام ولا نريد إعادة بعث النظام. نحن نريد عقوبة حقيقية، ونريد أن تكون هذه النقطة نقطة مفصلية، لأن هذا النظام أجرما كثيرا، ليست هذه هي الجريمة الأولى. طيب إلى أي مدى هناك أشخاص موجودون في السجن الآن أزمة خاشقجي يطلب عليهم عقوبة الإعدام. إلى أي مدى كشفت أزمة خاشقجي عن أن السعودية في الحقيقة ليس لها أصدقاء حقيقيون، حتى الولايات المتحدة والدول الغربية التي أنفق فيها مليارات أو ملايين الدولارات حتى لتجميل صورة المملكة ولاستمالة رضا الرؤساء والقيادات في هذه البلدان، حتى السيسي، حتى البحرين والإمارات، كلهم التزموا الصمت. يعني الأطراف العربية التزمت الصمت طبعا، أما الأطراف الغربية فسلقتهم بألسنة حداد. يعني لماذا في تقديرك لم تفلح كل هذه المحاولات لتجميل وجه النظام؟ جيد. أولا قبل الإجابة على السؤال، أنت ذكرت الأنظمة العربية. أنا أقول للأنظمة العربية التي صمتت عن هذه الجريمة، بينما العالم كله يتحدث أنه عيب هذا الصمت. هذا الصمت، صمت القبور، هذا صمت مزري وعيب. عندما تحضر يعني أرواح الناس بهذا الشكل وتكون الواقع بهذا الشكل، فإن الحياد يعني عيب وجريمة. يجب الوقوف مع الضحية، مع المظلوم، ومن لا يستطيع يعني فيجب عليه على الأقل أن يصدر موقفا يبرئ فيه ذمته. هذا بالنسبة للأنظمة العربية. بالنسبة للإعلاميين الذين في الداخل السعودي الذين يحاولون الانحياز إلى السلطات السعودية وهي تمارس هذه الجرائم، أنا أقول لهم: كنتم يوما من الأيام تتوسلون القرب من جمال خاشقجي يوم أن كان صاحبكم، الآن تتنصلون له وتقفون ضده بهذا الشكل. بالعودة إلى سؤالك، المواقف الغربية، نحن رأينا منذ الربيع العربي حتى الآن هي ليست أخلاقية بامتياز، هي تقف مع الأخلاق إذا وجدت نفسها مضطرة إلى ذلك، إذا أرغمت إرغاما أن تقف مع الأخلاق، وتقف مع منافعها إذا وجدت الظلام والفرصة مهيئة لها. رأيناهم يتبرؤون من أي دكتاتوري يسقط، ورأيناهم يتبرؤون من أي شخص تنكشف فضائحه، لأن لديهم معارضات ولديهم برلمانات ولديهم مؤسسات مجتمع مدني تضغط عليهم، وإلا فالسياسات الأجنبية تسعى إلى مصالحها. إذا استمر الضغط على هذه الحكومات الغربية سوف يستمر الضغط على السلطات السعودية. جزيلا إذا توقف الضغط على السلطات عسيري السعودية سوف تستمر في انتهاكاتها. سيد يحيى عسيري، الناشط الحقوقي السعودي، شكرا جزيلا. الغائبة هي البطل إلى أن تظهر الحقيقة. من واشنطن ينضم إلينا الأستاذ عبد الرحمن يوسف، الصحفي والباحث الإعلامي، لإلقاء شيء من الضوء على هذه القضية وطريقة التعاطي التي تعامل بها بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي ثبت فبركتها أو تثبت فبركتها بمجرد النظر إليها للوهلة الأولى. أستاذ عبد الرحمن يوسف، مرحبا بك. أولا
كيف تعتقد أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذه الصورة التي بدا زيفها للوهلة الأولى ويبدو زيفها للوهلة الأولى بعد وقوع بعض المغردين أو ممن يطلق عليهم النخب في هذا الخطأ وتناقلوها؟ كيف تعتقد أنهم وقعوا في هذا الخطأ؟ بدافع الضغط، بدافع الإحراج، أم ماذا حدث تحديدا؟ هو تحديدا القضية لأنها واضحة المعالم، ولأنها واضحة لكل ذي عين، ولأنها يعني فيها قدر عالي من الفجاجة، فكان من الصعب يعني إغفال أو تجنب أن السعودية متورطة في هذا الحدث بشكل أو بآخر. ومن ثم كان محاولة رد الفعل أو محاولة إخفاء هذه الجريمة كان مساويا لهذا القدر من الفجاجة بهذا المحاولة، يعني لدرجة أنه يفبركون صور أو أنهم يستخدمون صورة لأحد المعارضين المصريين الدكتور محمد محسوب لتشبيهه بخطيبة جمال خاشقجي، ونشرت هذا صحيفة لبنانية وما إلى ذلك. ومن ثم يعني استقبل الناس الأمر بمستويين. المستوى الأول هو مستوى الغضب الشديد للاستهزاء بهذه الجريمة المجافاة للإنسانية، والأمر الآخر هو القدر عالي من السخرية، نظرا لأنه كما تفضلت أن الصورة بمجرد النظر يمكن كشف بركتها، وأن من صنعها أصلا هو أحد مقدمي البرامج الساخرة من وجهة نظر إعلامية وبالبحث في نفسية المتلقي لهذه الأمور. يعني بعض الناس الذين يعملون عقولهم ربما يفكرون بهذه الصورة، لكن البعض الآخر يقع في الكذبة ثم تنكشف هذه الكذبة فيقع في التي تليها ثم التي تليها وهكذا. خبرة السنوات ال5 الماضية عقب انقلاب يوليو في مصر وكم الأكاذيب الهائل الذي روج عبر وسائل الإعلام يشي بأن هناك فئة من الجمهور مستعدة لتلقي أي شيء يطرح أمامها. نعم، لأن الناس أصبحت الآن تتمعسكر أو تتمركز حول أفكار محددة سلفا، والكثير يجنح إلى السلطة خوفا منها أو طمعا في ذهابها. ومن ثم هو يحاول أن يقوم بمحاولة للإنكار، يعني كما يقولون الديناي، يعني هو ينكر أن هذا ما جرى هو ما جرى، ويحاول أن يجد أي سبب فقط ليقول أنه لديه سبب، لكنه في نهاية الأمر يعلم بداخله ويعلم بشكل يقيني أن هذا الأمر قد حدث أو أنه من الصعب تبريره، لكنه يستخدم هذا المبرر لمحاولة إضفاء نوع من أنواع الجدية في مناقشته. لكن في نهاية الأمر كما رأيت الجميع قابل هذا بسخرية، ولم يصمد هذا الدليل أو ذاك هذه الصور المفبركة لمجرد دقيقة أو دقيقتين، لأنها بها قدر عال من الفجاجة في الفبركة. ومن ثم يعني ما جرى هو يعكس حالة الإنكار الشديدة لدى مؤيدي النظام السعودي الذي تورط في هذه الجريمة، ويعكس أيضا كما تفضلت ما جرى من تشويه تام للوعي. السعوديون من أنشط شعوب الأرض على موقع التواصل تويتر، كيف ترى أنهم يعني تفاعلوا مع هذه القضية، قضية خاشقجي بصفة عامة، والفبركات أو الروايات المضحكة التي يمكن أن تطرح من آن لآخر في هذا الصدد؟ يعني من الملاحظ في أن هذه القضية بشكل رئيسي أنه ليس كل السعوديين أو ليس بشكل مكثف قد تبنوا هذه الروايات. المهيمن أو المسيطر على صورة المتفاعلين أو النشطاء السعوديين على موقع تويتر هي حالة الصمت أو حالة الترقب، حتى أننا رأينا تشجيعا أو تهديدا مبطنا من بعض الأمراء السعوديين لتحفيز المشهورين السعوديين للدفاع عن السعودية أو محاولة إنكار هذا الأمر أو تبني موقف النظام في إنكار هذه الجريمة. وهذا كان مشهد أو ملمح هام جدا، لأنه يعني لأول مرة نرى على تويتر نوع من أنواع الانقسام الصامت، إنجاز التعبير أن بين السعوديين البعض يصمت تماما ويتجاهل أو يغض الطرف أو يريد أن يسمع معلومات أكثر، والبعض الآخر يحاول أن يتحرك بشكل في نوع من أنواع عدم الجدية أو نوع من أنواع الإنكار المضحك أو الإنكار المجحف للحقيقة. شكرا. ومن ثم يعني هذا ملمح هام جدا يجب النظر إليه، أن هناك انقسام سعودي حول هذه الجريمة، ولأول مرة نرى عدم تمركز أو عدم حشد لا إرادي من الجماهير للدفاع عن المملكة. بالعكس البعض يحاول أن ينأى بنفسه عن هذه الجريمة أو الدفاع عنها أو تبريرها. الصحفي والباحث الإعلامي عبد الرحمن يوسف كان معنا من واشنطن، شكرا جزيلا.